اخبار مية مية في الكرة المصرية فضلا وليس امرا. اتأكد ان انت متابعني واعمل لايك للفيديو ده ويلا بينا. اشاعات طلعت يا صديقي ان سعد ميسي لاعب الاهلي الجديد اللي لسه ما لمسهاش بيقول لك عايز يطلع اعاره لسيراميكا كليوباترا عشان يقدر يلعب، والكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. وفي ظل نقص اللعيبه يا صديقي الدوليه دلوقتي مارسيل كولر بيديله الفرصه في التدريبات وهيديله الفرصه في المباراه الوديه اللي جايه. اما بالنسبه لمحمد محمود يا صديقي كلنا عارفين ان هو خرج من حسابات مارسيل كولر من الانتقالات اللي فاتت، وكان حاطط في حساباته ان ده طالع اعاره، ومحمد محمود على اخر لحظه ما رضيش يطلع الاعاره. وزي ما قلت لك يا صديقي عشان في نقص في اللعيبه دلوقتي مارسيل كولر استعان بيه وبزياد طارق، ودلوقتي محمد محمود رجع في كلامه تاني وبيستسمح الاداره ان هم يدوا له فرصته لنهايه الموسم ومارسيل كولر يجربه. المفاجأة يا صديقي ان المعاونين بتوع مارسيل كولر بيشكروا في امكانيات محمد محمود جدا المهارية، بس البدني رايح في داهية. ومحمد عبد المنعم يا صديقي اطمئنوا عليه ونزل التمرينات النهارده وكان بيجري حوالين الملعب، ومارسيل كولر اطمئن على اللياقة البدنية عنده. مارسيل كولر يا صديقي بيثبت ان هو مدرب محترف يوم بعد يوم، حس ان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي سواء في الدفاع علينا ضعيفه في ضربات الراس او في الهجوم لينا ضعفاء في ضربات الراس، فجاب لهم مكنه من اوروبا بتدربهم على ضربات الراس. ري فيتوريا يا صديقي تحس ان المكن عنده ريح بعد ما استبعد اللعيبه كلها اللي هو مش عايزها، وسافر باتنين مهاجمين مصطفى محمد واحمد حسن كوكا. المفاجأة بقى ان هو بعد ما سافر الامارات بعت ياخد مروان حمدي من مصر وقال لهم ابعتهولي، فتحس ان القرار مش قراره او الاختيار مش اختياره. ويكفي ان انا اقول لك يا صديقي ان هو رايح يقابل بلجيكا بكيفن دي بروين بلوكاكو بالناس دي كلها بمحمود علاء وبالفنان عمر جابر. وفي كلام طالع يا صديقي ان سيف الدين الجزيري متضايق من فريرة ان هو في كل ماتش بيغيره في الدقيقه 60 وكان بيدور على عرض يا اما في الخليج يا اما في اوروبا. الوكيل بتاعه طلع النهارده وقال لك سيف الدين الجزيري لاعب محترف وهيكمل عقده مع الزمالك لنهايه عقده اللي هيخلص بنهايه الموسم اللي جاي مش الموسم اللي احنا فيه. اما بالنسبه لامام عاشور فهو لسه بيلاعب اداره الزمالك يا صديقي وبيقول لهم انا عايز اخد نص اللي بياخده زيزو، فعايز يبدا بدايه عقده ب 10 مليون 12 15 17. والكلمة كان قالها كابتن محمود الخطيب قبل كده، قال لك ما اشتريش لاعب وابيع فريق، نشتري الفريق كله ونبيع اللاعب. نادي الزمالك جدد لزيزو عشان يديله 30 مليون و15 مليون من الاعلانات، يعني هياخد 45 مليون، فخلى الفريق كله اتفكك. وعبد الرحمن مجدي يا صديقي بيقترب من نادي الزمالك في الانتقالات بتاع يناير اكتر من اي وقت فات. ونادي الزمالك يا صديقي بعد اصابه الونش يرجع بالف سلامه بيحاول يستسمح الاتحاد السكندري ان هو يرجع محمود علاء في يناير اللي جاي بالود، بس فريرة ما بيحبش محمود علاء. وعبد الله السعيد يا صديقي دخل في حاره سد مع جماهير النادي الاهلي ومع اداره النادي الاهلي بسبب تصريحاته، وفي ناس كانت بتقول محمد صلاح هو اللي مساعده في التصريحات دي، لان الجريده اللي عملت مع اول موقع اللي عمل التصريحات بتاع عبد الله السعيد من انجلترا، وفي الاخر طلع الموقع امريكي ومش معتمد. كل الناس يا صديقي بتأكد ان عبد الله السعيد عمل تصريحاته دلوقتي مع الموقع الامريكي ده في الوقت ده لان القضيه بتاعته في المحكمه الرياضيه الدوليه خلاص بتتحسم، والتصريحات دي هتفرق معاه في القضيه. يا ريتك فضلت ساكت زي ما كنت ساكت يا عبد الله، على الاقل كان لسه في جماهير من النادي الاهلي بتحبك. وفي النهايه يا صديقي ما تنساش تعمل اللايك وتعمل المتابعه وتقول لي رايك في كومنت وتصلي على النبي. سلام.